بيبدأ الفيلم باتنين اخوات اسمهم زاك وجراي، وبيكونوا رايحين يقضوا اسبوع مع خالتهم كلير، وبتكون كلير دي رئيسة لجزيرة سياحية فيها ديناصورات. ففعلا وقتها بتوصلهم امهم للمطار، ومنها بيروحوا اليخت يوصلهم للجزيرة. واول ما بيوصلوا بتستقبلهم المساعدة بتاعت كلير، وبتديهم وقتها تذاكر VIP عشان يقدروا يزوروا الجزيرة كلها من غير ما حد يوقفهم. وبتكون وقتها كلير في اجتماع مع ناس مهمة، وبتقول لهم ان الديناصورات في الجزيرة عندها كان عددها قليل جدا، والزوار ما كانوش مبسوطين من ده وبيزهقوا بسرعة. فهي اهتمت ان هي تجيب علماء للجزيرة وتديهم كل الامكانيات اللي محتاجينها. والعلماء دول قدروا ان هم يطوروا جينات انواع جديده كتير، ومن الانواع دي عملوا نوع اسمه اندونومس ريكس، والنوع ده بيكون مهجم من اكتر من نوع، وطوله بعد 5 سنين هيوصل لاكتر من 15 متر، وده معناه ان هو هيكون اضخم ديناصور جه في التاريخ. وبعد ما بتخلص الاجتماع ده والناس المهمه بتمشي، بتروح تقابل زاك وجراي، وبنعرف ان هم ما تقابلوش من زمان جدا بسبب الانشغال الكبير لكلير. وبتقول لهم وقتها ان مساعدتها هتقضي اليوم معاهم النهارده، وبعد ما تخلص شغلها هتروح تتعشى معاهم. فبيبان وقتها على جراي ان هو متضايق جدا، فكلير لما بتشوفه متضايق بتوعده ان بكره هتكون معاهم من اول اليوم لحد اخره. وبعدها بتروح كلير لغرفه التحكم اللي بتكون مراقبه المكان كله بالكاميرات، وبتروح بعدها تقابل واحد اسمه سايمون، وبنعرف وقتها ان سايمون ده هو المالك بتاع الجزيره. وبيركبوا وقتها طياره وبيروحوا للمكان اللي عايش فيه اندونومس ريكس، وبيكونوا رايحين للمكان ده عشان سايمون كان عمره ما شاف اندونومس ريكس وعايز يشوفه. وقتها بيقول لها سايمون ان الجزيره دي موجوده علشان تفكر كل الناس بحقيقتهم، وقد ايه ان هم مخلوقات صغيره قوي قدام مخلوق جبار زي الديناصور. فكلير بتتضايق وقتها من كلامه وبتغير الموضوع، وبتقول له ان اندونومس ريكس ده اذكى ديناصور عندهم في الجزيره، وكان دايما بيصطاد الاكل بنفسه لدرجه ان هو كان هياكل ايد موظف من اللي عندنا. وقتها سايمون بيقاطعها وبيقول لها وهو برضه اللي كسر الحته دي من الازاز. فبتقول له كلير وقتها بس احنا قدرنا نسيطر عليه. ووقتها بنشوف عين اندونومس ريكس، وبيكون سايمون وقتها مذهول جدا من شكله. فبتقول له كلير ان هو كان عنده ديناصور توأم بس اكله بعد شهر واحد بس من ولادتهم. وبعدها بيقول لها سايمون ان في ضابط اسمه اوين جاي علشان يزور الجزيره، والضابط ده عنده خبره كبيره جدا في التعامل مع الديناصورات، فبيطلب منها وقتها ان هي تستقبله وتفرجوا على المكان. بنروح بعدها لاوين وبيكون بيدرب ديناصورات اسمهم الرابترز، وبنعرف ان هو صاحبهم وبيدربهم من زمان جدا. وبيكون في ديناصور ما بينهم اسمه بلو، وبيكون بلو بيجري ورا خنزير وبيحاول ان هو يصطاده، بس اوين وقتها بيأمره ان هو يوقف، وفعلا بلو بيوقف. وبيكون ده غريب جدا بالنسبه لكل الناس اللي موجودين، علشان الديناصورات دي بتكون بتنفذ الكلام بتاع اوين بالحرف كانهم فاهمينه، مع انهم مش بيسمعوا كلام حد تاني غيره وشرسين جدا مع كل الناس. وبعدها بيخش عليه واحد اسمه هوسكنز، وبيقول لاوين وقتها ان هو عايزه يكون معاه عشان يعملوا تجارب على الديناصورات بتاعته ويخليهم يحاربوا مع الجيش عشان يبقى جيش امريكا اقوى جيش في المنطقه. بس وقتها بيقطعوا اوين وبيرفض كلامه، وبيقول له ان مستحيل استغل الكائنات دي في ان هي تحارب بدلنا. بس هوسكنز وقتها مش بيرجع في كلامه وبيفضل يحاول يقنع فيه. في نفس الوقت ده بيكون في خنزير هرب من القفص بتاعه وبيجري في الحديقه بتاعه الديناصورات، ووقتها بيحاول موظف ان هو ينقذه قبل ما يدخل ويموت، بس بلو بيكون بيجري عليه فبيوقع موظف. واول ما الديناصورات بتشوفه بيكونوا هياكلوه، بس وقتها بيتدخل اوين وبيروح يقف قدام الديناصورات عشان ينقذه. ووقتها مساعد اوين بينقذ الموظف وبيخرجه بره القفص، وبيكون اوين لسه بيحاول يهدي الرابترز وبيطلب من المساعد بتاعه ان هو يقفل الباب. وقبل ما الباب يقفل بلحظه بيقدر اوين ان هو يطلع، وبينصح وقتها اوين الموظف وبيقول له اوعى تدي ظهرك للديناصور. وفي نفس الوقت ده بيكون زاك وجراي زهقانين جدا من المساعده بتاعت كلير، وبيكونوا بيحاولوا ان هم يهربوا منها باي طريقه، وفعلا بيستغلوا ان هي بتتكلم في التليفون وبيهربوا منها. وبيروحوا وقتها يحضروا عرض الديناصور اسمه تيركس، وبيكونوا خايفين جدا لما بيشوفوه بياكل معزه. بنروح بعدها لكلير واوين اللي بنعرف ان هم يعرفوا بعض من زمان وكانوا في علاقه سوا، وبيسالها وقتها اوين هم عايزينه يساعدهم في ايه. فبتقول له كلير وقتها ان معروف عنه ان هو عنده خبره كبيره في التعامل مع الديناصورات، فعايزاه يروض ديناصور عندهم اسمه ادونومس ريكس قبل ما يخلوه يبدا يقدم عروض. وبتقول له وقتها ان هم جابوا ناس كتير قبله وكلهم فشلوا في ده عشان هو عنيف جدا. فبيتنرفز اوين وقتها من كلامها وبيقول لها انا مش بتحكم في الديناصورات، انا بعمل علاقه صداقه معاهم وبحترمهم، مش بقدمهم للناس كانهم في سيرك. وبيلقح عليها وقتها في الكلام وبيقول لها انا سبتك وما كملناش في علاقتنا علشان ما كانش في بيننا الاحترام اللي بيني وبين الديناصورات. فوقتها كلير بتتعصب جدا عليه وبتقول له ان هي اللي ما كانتش عايزه تكمل معاه، وبتقول له بعدها ان هي هتستناه في العربيه عشان يروحوا لادونومس ريكس، بس يا ريت تغير التيشيرت بتاعك عشان هو بيقدر يشم روايح العرق. ووقتها زاك وجراي بيكونوا قاعدين في مدرجات وبيتفرجوا على الديناصور المائي، وبيتقدم له وقتها سمكه قرش ضخمه جدا عشان يطلع والجمهور يشوفه. ففعلا بيطلع وقتها وبيكون حجمه عملاق جدا. بنروح بعدها لاوين وكلير والمكان اللي فيه اندونومس ريكس، وبتأمر وقتها كلير الموظف ان هو ينزله لحمه خروف عشان يظهر واوين يشوفه. ووقتها اوين بيتعصب عليها عشان هم كده بيربوا الديناصور غلط، وبيقول لها ان الديناصور اللي بيتربى لوحده لما بيكبر بيكون شرس جدا وصعب ان هم يتحكموا فيه، بس بالنسبه للديناصور بتاعكم ده علاقته الوحيده مع الآلة اللي بتنزله الاكل، وده هيخليه شرس ومستحيل ان انتوا تقدروا تتحكموا فيه. ووسط ما هو بيتكلم بيلاحظوا ان كل ده الديناصور لسه ما ظهرش، فبتحاول كلير وقتها ان هي تحدد مكانه بكاميرات المراقبه، بس مش بتكون الكاميرات جايباه. فبيلاحظ اوين وقتها
وقتها ان مخالبه على الحيطه، وبيتوقعوا وقتها ان هو هرب منهم وطلع من القفص. فبتقول كلير وقتها ان في جهاز تتبع على ظهره، وبتركب وقتها عربيتها وبتروح لغرفه التحكم عشان تقدر تشوف مكانه بسرعه قبل ما يعمل كارثه، وبتتصل وقتها بالمساعد بتاعها وبتقول له يتتبع الديناصور بسرعه. وفي نفس الوقت ده بيكون اوين دخل الغابه عشان يشوف الديناصور هرب ازاي، وبيكونوا وقتها مستغربين جدا ان هو قدر يهرب وينط من حيطه طولها 12 متر. بس وقتها لما مساعد كلير بيشوف جهاز التتبع بيقول لها ان هو لسه في القفص وان في ناس دخلت جوه القفص وده خطر على حياتهم. فوقتها بيكلموا الحراس اللي مع اوين وبيأمروهم ان هم يطلعوا بره الغابه بسرعه، وفعلا بيجروا عشان يهربوا. بس ادونيموس بيجي لهم وبياكل وقتها اول ضحيه، وبيقدر موظف تاني وقتها ان هو يفتح البوابه ويهرب منها، وبيأمروا وقتها سايمون ان هو يقفل البوابه دي مع ان اوين بيكون لسه جوه. وفعلا الباب بيكون خلاص هيقفل، بس بيجري وقتها اوين بسرعه وبيقدر ان هو يهرب في اخر ثانيه. بس ادونيموس وقتها بيدمر البوابه وبيهرب من الغابه. وقتها اوين بينزل تحت عربيه علشان يستخبى منه، وبيكون الموظف التاني مستخبي ورا عربيه تانيه. بس بيقدر ادونيموس وقتها ان هو يشم ريحته وبيدمر العربيه وبياكله. فاوين وقتها بيفتكر كلام كلير ان ادونيموس بيقدر يشم ريحه الروايح، فبيقطع وقتها خرطوم البنزين بتاع العربيه اللي فوقه وبيكبه على جسمه. وفعلا خطته وقتها بتنجح ومش بيقدر ادونيموس ان هو يشم ريحته. وفي نفس الوقت ده بتكون كلير وصلت لمركز التحكم وبتبعت وقتها فريق امن عشان يقدروا يقبضوا تاني على ادونيموس. وقتها مساعد كلير بيجيله تحذير على موبايله ان ادونيموس هرب، وبيكون هوسكنز جنبه وقتها فبيعرف اللي حصل، وبيشوف وقتها ان مفيش فرصه انسب من دي عشان يختبر القوه بتاعه الرابترز. وقتها بيوصل اوين لمركز التحكم وبيكون متعصب جدا منهم بسبب الاهمال بتاعهم، وبيقولوا وقتها لكلير ان الديناصور استغفركم كلكم، وكانت خطته من الاول ان هو يخليكم تفتكروا ان هو هرب عشان لما تفتحوا البوابه يقدر ان هو يكسرها ويهرب منها زي ما عمل. فبتهديه وقتها كلير وبتقول له ان ده مجرد حيوان واحنا بشر. فبيقول لها اوين وقتها ده اذكى حيوان انا شفته، والموضوع مش هيكون بالسهوله اللي انت فاكراها. وبيلاقي ان فريق الامن ما خدش معاه اسلحه قويه تقدر تخلص على ادونيموس، وكل اللي هم اخدوه كان اسلحه فيها رصاص مخدر. فبيقول له وقتها سايمون احنا ما ينفعش نقتل ادونيموس عشان احنا دافعين فيه ملايين. فبيتعصب اوين وقتها عليهم وبيقول لهم ان هم لازم يلغوا مهمه. بس وقتها كلير بترفض ده وبتكمل المهمه. وقتها واحد من الجنود بيلاقي جهاز التتبع اللي كان في ظهر ادونيموس مرمي على الارض، وده معناه ان هو ذكي جدا لدرجه ان هو قطع من لحمه عشان يشيل جهاز التتبع. نعرف وقتها ان هو مستخبي بين الشجر وشايف الجنود من الاول، بس بيكون مستني انسب وقت عشان يهجم عليهم. واول ما الجنود بيشوفوه بيهاجموه بصواعق الكهرباء، بس ده مش بيعمل فيه حاجه غير ان هو بيخليه متعصب اكتر. وبيقدر ادونيموس وقتها ان هو يخلص عليهم كلهم واحد ورا التاني. وقتها كل اللي في مركز التحكم بيشوفوا اللي بيحصل وبيكونوا زعلانين جدا ومش عارفين يعملوا ايه. فبيقول لهم وقتها اوين ان هم لازم يفرغوا الجزيره من الزوار علشان ادونيموس لو شاف اي حد قدامه مش هيسمي عليه. بس وقتها كلير بتكون رافضه ده جدا عشان لو الجزيره اتقفلت بسبب الموضوع ده مستحيل الحكومه ترجع تفتحها تاني. فبيقول لها اوين ان الحل الوحيد عشان يهزموا ادونيموس ان هم يقتلوه. بس كلير وسايمون وقتها مش بيكونوا موافقين على رايه، فبيقرر وقتها اوين ان هو يمشي ويسيبهم وما يساعدهمش. وقتها كلير بتقرر ان هي تفضي الجناح الشمالي من الجزيره وتطلع زوار من هناك. بنروح بعدها لزاك وجراي اللي بيكونوا مبسوطين جدا عشان قدروا ان هم يهربوا من المساعده بتاعه كلير وبيعملوا كل اللي هم عايزينه، وبيركبوا وقتها مركبه تلف بيهم في الجزيره بين الديناصورات. وبنعرف وقتها ان المركبه دي قويه جدا ومضاده للرصاص عشان لو حصل خبطات من الديناصورات تقدر ان هي تتحملها من غير مشاكل. وقتها الموظف المسؤول عن المراكب دي بيجيله تليفون من الاداره وبيقولوا له يمنع اي حد يركب المراكب دي ويمشي الزوار من هناك. بس للاسف بيكون وقتها زاك وجراي ركبوا خلاص. وقتها بيجي لهم تحذير بالمركبه عشان يرجعوا بيها، بس زاك وقتها بيتجاهل التحذير ده وبيقرروا ان هم يخلصوا الجوله بتاعتهم. وكلير وقتها بتكلم المساعده بتاعتها وبتقول لها تطلعهم من الجزيره بسرعه، بس المساعده بتقول لها ان هم هربوا منها ودلوقتي مش معاها. فبتكلم وقتها زاك وبتقول له يهرب من الجزيره دي بسرعه، بس زاك بيرفض كلامها وبيقول لها ان هو مش هيهرب من حته وبيقفل التليفون في وشها. وقتها كلير بتطلب من المساعد بتاعها ان هو يعرف مكان المركبه، وفعلا بتعرف وقتها كلير المكان بتاع المركبه. فبتقرر كلير وقتها ان هي تروح لهم بنفسها عشان تنقذهم، وبتقابل وقتها اوين وبتطلب منه ان هو يروح معاها. وبنروح بعدها لزاك اللي بيلاقي بوابه مكتوب عليها منطقه محظوره، وبتكون البوابه دي متدمره وباين ان في حاجه مش طبيعيه بتحصل. بس بسبب التهور بتاع زاك بيقرر ان هو يخش من البوابه دي، ومع ان جراي بيكون خايف جدا بس بيسمع كلام اخوه. وقتها بيظهر ديناصورات شكلها عملاق جدا، وبعدها بيظهر وراهم اندونومس ريكس، وبيبدا وقتها ان هو يهاجم الديناصورات دي ويجري وراهم. وهو بيجري بيفضل يخبط المركبه بتاعه العيال، بس بسبب ان هي قويه مش بتتاثر. وقتها ادونومس بيقلب ديناصور منهم وبياكل راسه، وبيكونوا وقتها العيال خايفين جدا من ده. وقتها كلير بتتصل بيهم بس الموبايل بيكون واقع ومش بيعرفوا يردوا عليها، وادونومس وقتها بياخد باله منهم وبيروح ناحيتهم وبيكسر المركبه بتاعتهم بضوافره، وبيحاول وقتها ان هو ياكل المركبه دي بس مش بيقدر بسبب ان هي كبيره على بقه. فبيحاول ان هو يكسرها باسنانه ويهبدها على الارض، وفعلا بتتكسر وقتها. بس العيال بيقدروا ان هم يهربوا منها وبيوصلوا عند بحيره وبيكون هو بيجري وراهم. فبيقرروا وقتها ان هم يهربوا منه وينطوا في البحيره دي في اخر ثانيه، وبيفضلوا وقتها يعوموا لحد ما بيوصلوا لمكان امن وبيكونوا فرحانين جدا ان هم لسه عايشين. بنروح بعدها
وقتها لكلير واوين اللي بيكونوا قدروا ان هم يوصلوا لشرق الجزيره، وبيلاقوا وقتها ديناصورات كتير جدا ميته على الارض، ومنهم ديناصور كان صاحب اوين وبيكون بين الحياه والموت. فبيقعد وقتها اوين جنبه وبيحاول ان هو يكون معاه في اخر لحظات حياته. وقتها كلير بتتاثر جدا وبتروح تطبطب على الديناصور، وبتكون دي اول مره كلير تلمس فيها ديناصور وتكون قريبه منه بالطريقه دي، وبتعرف وقتها ان هم كائنات حيه زي اي كائنات تانية. وقتها بيلاحظ اوين ان ادونومس مش بيقتل الديناصورات عشان ياكلهم، وان هو بيقتلهم عشان بيستمتع بده، وده بيكون حاجه غريبه جدا وعكس طبيعه الديناصورات. وبعدها بيمشوا شويه جوه وبيلاقوا مركبه اللي العيال كانوا فيها، وبيلاقوا بعدها الموبايل بتاع زاك. وكلير وقتها بتتصدم جدا وبتكون مقهوره عليهم عشان فاكراهم ماتوا، بس بيلاحظ اوين وقتها ان في اثار موجوده ليهم، فبيفضل يتتبعها وبيعرف ان هم نطوا في الميه وقدروا ان هم يهربوا من ادونومس. وقتها بيوصلوا العيال عند مكان قديم في الجزيره، وبيلاقوا وقتها عربيه عطلانه بس بيقدر زاك ان هو يصلحها، وبعدها بيركبوها وبيتحركوا. بنروح بعدها لغرفه التحكم اللي بيكونوا بيراقبوا بيها ادونومس. وقتها هوسكنز بيروح عشان يقابل سايمون، وبيقول له ان الرابترز هم الحاجه الوحيده اللي هتقدر بيها توقف ادونومس. فبيرفض سايمون ده وبيقول ان هو مش هيسمح ان هو يترك الرابترز هم كمان، وبدل ما يكون ديناصور واحد بس بره يكونوا 5 ديناصورات. وبعدها بيروحوا بيركب الطياره بتاعته وبياخد معاه جنود معاهم اسلحه، وبيقرر وقتها ان هو هيقتل ادونومس. بنروح بعدها لاوين وكلير اللي بيروحوا للمكان القديم اللي العيال كانوا فيه، وبيلاقوا وقتها قميص جراي واقع على الارض، وبيقدر اوين وقتها ان هو يشغل عربيه من العربيات عشان يروحوا للعيال، بس بيلاقوا وقتها ان ادونومس وراهم وبيقرب منهم، بس بعدها بيبعد راسه عنهم، فبيكونوا مفكرين ان هو سابهم ومشي. بس مره واحده بيكسر ادونومس سقف المكان ده، فبيهربوا وقتها هما الاثنين بسرعه. وقتها بيجي سايمون بالطياره وبيفضل يضرب نار على ادونومس، فادونومس عشان يهرب منهم بيكسر البيت اللي فيه الديناصورات اللي بتطير واللي بيكون اسمهم تيراسورس، وبسبب ده بيطلع منهم عدد كبير جدا بره القفص، وده بيكون خطير جدا عشان دول حيوانات بتاكل لحوم البشر. وبيكسروا وقتها طياره سايمون وبيوقعوها وبتنفجر، وللاسف سايمون وكل اللي جواها بيموتوا. وقتها كلير واوين بيقدروا ان هم يخشوا الغابه عشان يهربوا من التيراسورس، وبيقدروا وقتها العيال ان هم يطلعوا من الغابه، بس التيراسورس بيكونوا جايين من وراهم فبيزودوا سرعتهم عشان يقدروا يهربوا منهم. وقتها مساعده كلير بتكلمها وبتقول لها ان هي راقبت كاميرتها مراقبه وقدرت تشوف العيال، وبتقول لها ان هم قربوا يروحوا للجنوب اللي بيكون فيه الزوار، فبتقول لهم كلير وقتها ان هي هتروح لهم، وفعلا بتركب هي واوين بيتش باجي وبيتحركوا ناحيه الزوار. وفي نفس الوقت ده بيكون التيراسورس وصلوا للزوار وموتوا عدد كبير جدا منهم، وبيكون ده بسبب ان هم فاكرين ان البشر طعام ليهم. وفي وسط كل الفوضى دي بيوصل اوين وكلير، وبتكون مساعده كلير لقت العيال وبتحاول ان هي تهربهم، بس وقتها بيمسكها تيراسورس من ظهرها وبيرميها في الميه، وبعدها بيروح عشان ياكلها، بس بيطلع الديناصور المائي وبياكلهم هما الاثنين. وبيروح بعدها الجنود عشان ينقذوا الموقف، وبيفضلوا يضربوا نار كتير جدا على الديناصورات، وبيكون العيال بيجروا وقتها من ديناصور بيطاردهم، وفي اخر ثانيه قبل ما الديناصور بيوصل لهم الجنود بتضرب عليه نار وبيموتوه. وبيكون وقتها اوين جاي عشان ينقذهم، بس بيجي من وراه تيراسورس وبيمسكه، بس بتقدر كلير وقتها ان هي تنقذ حياته وبتضرب نار على التيراسورس، فبيشكرها وقتها اوين جدا. وبعدها بتشوف العيال فبتجري عليهم وتحضنهم، وبيهربوا بعدها لمكان امن. ولما بيعرف هوسكنز ان سايمون مات بيخش مركز التحكم وبيسيطر عليه، واول ما بيخش بيمشي الفريق القديم بتاع سايمون، وبيكون جايب معاه الفريق بتاعه وبيعينهم مكانهم. ووقتها المساعد بتاع كلير بيكلمها وبيقول لها اللي هوسكنز عمله، وبيقول لها ان هو بيعمل كده عشان يحرر الرابترز ويخليهم يحاربوا ادونومس. فاول ما بيعرف اوين ده بيتعصب جدا وبيروح له، واول ما بيشوفه بيضربه جامد، وبيقول له وقتها يخرج من المكان ده احسن له. فهوسكنز بيقول له انت مجرد ضابط هنا، الموضوع ده هيحصل بيك او من غيرك وانت مالكش اي اهميه، ولازم اللي احنا نعمل ده علشان نقدر ننقذ الارواح بتاعه الناس اللي اهم من الرابترز. فاوين وقتها بيفكر في كلامه وبيوافق ان هو يشارك معاه، وبيكون ده عشان ينقذ الناس من ادونومس، وعلشان هو الوحيد اللي هيقدر ان هو يحمي الرابترز من الجنود. وبيجتمع وقتها اوين مع الجنود وبيقول لهم الخطه، وبتكون الخطه ان هم يسيبوا الرابترز يهاجموا ادونومس، واول لما يضعفوا شويه الجنود تتدخل وتضرب عليه نار ويموتوه. وبيقول لهم وقتها مهما حصل اوعوا تضربوا الرابترز. بعدها بيروح لبلو وبيطبطب عليه، وقتها بينده جري عليه وبيقول له هم كده هيبقوا في امان. فبيقول له اوين وقتها بحزن لا. وكلير وقتها بتاخد العيال وبتحطهم في عربيه متحصنه علشان يكونوا بامان، وبتكون هي هتقعد في الكرسي بتاع السواق علشان لو حصل حاجه تاخدهم ويهربوا. بعدها اوين بيشمم الرابترز الريحه بتاعه ادونومس عشان لما يطلعوا من القفص بتاعهم يدوروا عليه، وبعدها فعلا بيطلعهم في الغابه وهو بيطلع وراهم. وبيفضل الرابترز وقتها يجروا في الغابه كتير جدا، بس بعدها بيهدوا سرعتهم. فبنعرف وقتها ان هم لقوا حاجه، وفعلا بعدها بيطلع ادونومس وبيقف قدامهم وبيتواصل معاهم بطريقه غريبه. فبيعرف اوين وقتها ان جينات ادونومس معموله من نفس جينات الرابترز، وده معناه ان هم هيعرفوا يتواصلوا مع بعض، ومعناه برضو ان هم مستحيل يحاربوا بعض. فوقت ما بيعرف اوين ده هوسكنز بيأمر الجنود ان هم يضربوا نار على ادونومس، وفعلا بيضربوا بس مش بيأثر فيه حاجه وبيهرب في الغابه. وبعدها بيخشوا الغابه عشان يرجعوا الرابترز، عشان كده الرابترز بقوا اعدائهم زيهم زي ادونومس. وقتها اوين بيلاقي رابتر منهم وبيحاول ان هو يتواصل معاه، وفعلا كان هينجح بس جندي بيحدف عليه قنبله وبيفجره. ولما الجنود وقتها بيحسوا ان خطتهم فشلت وان هم في خطر بيهربوا ويسيبوا اوين ومساعد كلير
لوحدهم في الغابه. وقتها بيقع جذع شجره على مساعد كلير وبيكون الديناصور رايح عليه علشان ياكله، بس اوين وقتها بيجري بموتوسيكل الناحيه الثانيه علشان يلفت انتباه الديناصور، وفعلا بيجري الديناصور وراه وبيسيب المساعد. وكلير وقتها بتكون بتتفرج على كل حاجه من الكاميرات بتاعه المراقبه، وبتحاول ان هي تطمن ولاد اختها وبتقول لهم ان كل حاجه هتبقى كويسه. بس وقتها بيظهر جندي مرعوب وكله دم وبيقول لهم اطلعوا بالعربيه حالا، بس قبل ما يطلعوا بيظهر رابتر وراه وبيخلص عليه، وبيظهر وقتها رابتر تاني وبيهجم على كلير وبيكسر العربيه، بس بتقدر كلير وقتها ان هي تطلعه منها وتهرب منه. بس بعد ما هما الاتنين بيقوموا بيرجعوا يجروا وراهم تاني، وبتقدر وقتها كلير ان هي تهرب من واحد، بس بلو بيفضل يجري وراهم. ووقتها جري بيلاقي صواعق كهرباء فبياخدهم وبيفتح الباب وبيصعق بلو، وبعدها بيجي اوين من وراهم وبيقول لكلير تمشي وراه. وقتها بيوصل كلير واوين لمركز الاختبارات وبيخشوا فاكرين ان مفيش حد، بس بيلاقوا ان هوسكنز جوه وبياخد الابحاث بتاعه ادونومس ريكس، وبنعرف ان هو بيعمل كده علشان عايز يعمل ديناصور تاني زيه ويدخله في الجيش. بس وقتها بيجي رابتر من الرابترز قدام هوسكنز وبيعض ايده وبيخلص عليه، وبعدها كلهم بيطلعوا يجروا بسرعه علشان يهربوا منهم، بس بيجي وراهم الرابتر وبيكون هياكلهم. بس في اخر لحظه جري بيقدر ان هو يشتته بان هو يشغل مجسم لديناصور قدامه، وفعلا بيقدروا وقتها ان هم يهربوا. بس اول ما بيطلعوا من الباب بيلاقوا في وشهم 2 رابترز بره، وبيحاول اوين وقتها ان هو يفكر بلو بالعلاقه اللي كانت بينهم، وبيكون خلاص قرب ان هو ينجح في ده. بس وقتها بيظهر ادونومس ريكس وبيحاول ان هو يتواصل مع بلو، بس بيكون بلو اخد القرار بتاعه في ان هو يقف في صف اوين والبشر، فبيتعصب جدا ادونومس وقتها وبيضربه وبيطيره. فلما الديناصورين التانيين بيشوفوه بيضرب اخوهم بيهاجموا ادونومس، واوين كمان بيهجم عليه معاهم وبيضرب نار عليه. وقتها كلير بتجيلها فكره بس بتكون عايزه تودي العيال في حته امان الاول، وللاسف وقتها بيقدر ادونومس ان هو يخلص من الرابترز، وبيكون خلاص هيخلص من اوين كمان، بس اوين بيقدر ان هو يهرب في اخر لحظه وبيروح يستخبى مع العيال. بس ادونومس وقتها بيعرف ان هو يشم ريحته وعارف مكانه، وبتكون وقتها كلير في الوقت ده بتكلم المساعد بتاعها وبتقول له ان هو يفتح بوابه معينه، ففعلا المساعد بتاعها بيفتح البوابه دي بعد ما بيكون مش موافق في الاول، وبنعرف وقتها ان هي بوابه حابسه ديناصور اسمه تيركس، وده بيكون اشرس ديناصور جه في العالم، ولولا ان ادونومس موجود كان هيكون الاكبر. ووقتها كلير بترمي الاضاءه الحمراء اللي في ايدها على ادونومس عشان تقول له ان ده عدوك، وفعلا وقتها بيهاجموا بعض. وقتها بيجي بلو من وراهم وبيهاجم ادونومس مع تيركس، وبيقدر وقتها تيركس وبلو يوقعوا ادونومس عند البحيره. وقتها بيظهر الديناصور المائي وبياكل ادونومس بسهوله، ووقتها تيركس بيقرر ان هو يسيب البشر والديناصورات ويروح يعيش في الجزيره لوحده، وبعدها اوين بيشكر بلو. بنروح بعدها لتاني يوم وبيكونوا كلهم خرجوا من الجزيره، واخت كلير لما بتقابلها بتشكرها جدا ان هي انقذت حياتهم، وبعدها بتكلم كلير اوين وبيقرروا ان هم يرتبطوا تاني. وبنعرف ان تيركس بقى مسيطر على الجزيره. ده الجزء الاول من فيلم جراسيك وورلد، والجزء التاني هنزله قريب جدا، فتاكد ان انت عامل سبسكرايب عشان يوصلك اول ما ينزل. ولو عايز فيلم تاني جامد جدا عن وحش اسطوري بينقذ ولد في الغابه فانصحك جدا تشوف الفيلم ده. ولو انت قدرت توصل للحته دي فانت حقيقي شخص مميز، اعمل الايموجي ده علشان اعرف ان انت وصلت لحد هنا. الفيلم ده فيلم قوي جدا وهينزل له جزء قريب، والاداءات التمثيليه اللي فيه حرفيا جباره. تقييمي ليه هو 7.5 من 10، وسلام.